لو انت جوزك مسافر وعايزه تظبطي الميزانيه وعايزه تعملي اكل وشرب براحتك وكمان توفري، في الفيديو ده هقول لك ازاي توفري 3/4 الفلوس اللي جوزك مثلا بيبعتها لك، او انت لو انت موظفه وتقدري تعملي اكل اللي نفسك فيه، وازاي تقدري تشغلي نفسك وتعدي الفتره ديت، وازاي ما تكونش نفسيتك تعبانه. بس طبعا لو اول مره تشوفي قناتي يا ريت تنوريني بالاشتراك في القناه وتفعيل الجرس عشان يوصلك كل جديد، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد. طبعا الناس اللي متجوزه حد مسافر او في الغربه ومش عارفه تظبط الميزانيه، مش عارفه تصرف ولا تمسك على ايديها، توفر تحوش ولا تعمل ايه، طب تصرف على نفسها. بس الفيديو ده يا جماعه بيقف على انت عايشه لوحدك ولا انت معاكي اطفال، معاكي طفل ولا معاكي طفلين. انا هقول لك الفيديو دوت لو انت عايشه لوحدك او انت حامل لسه تظبطي الميزانيه ازاي. انت لو فرد واحد وعايشه لوحدك وعايزه تظبطي الميزانيه وتحوشي، بتجيبي الاكل وبتعمليه مثلا اكل يوم وما تعمليش يومين. يعني اجيب صينيه المكرونه بشاميل مثلا، اعمل صينيه كده حلوه على قدي وممكن اقعد يومين اكل منها عشان انا لوحدي وبطولي. لكن لو انا معايا طفل او طفلين هتفرق معايا في الميزانيه ان انا مظلمش الاولاد دي معايا. في بعض الزوجات لو جوزها مسافر ممكن تستخسر في نفسها اي حاجه وما تعملش اكل وما تعملش شرب وتاكل سندوتش جبنه وتاكل اي حاجه في البيت، تتعشى اي حاجه، تفطر اي حاجه، تسلق بيضايه تاكلها وخلاص، وما تهتمش بنفسها وايه، وعماله تحوش وتحوش وخلاص، او تصرف الفلوس على حاجات ممكن ملهاش لازمه، هدوم او اي حاجه. انا انصحك ولا تمسكيها قوي ولا تصرفي قوي. يعني ايه، جيبي اللي نفسك فيه بالعقل وفي نفس الوقت امسكي على ايدك. يعني هتعملي مثلا صينيه المكرونه البشاميل لو انت عايزه توفري، ممكن تاكلي منها النهارده وتاكلي منها بكره، او ممكن تعملي صينيه المكرونه بشاميل وتشيلي نصها في الفريزر، على فكره ما بيحصلهاش اي حاجه. هتعملي جنبيها حبه بطاطس محمره لو انت الميزانيه تسمح وعايزه تعملي جنبيها قطعتين بانيه، اعملي جنبيهم بانيه وهتاكلي منها تاني يوم. ممكن تعملي الاكل تاكلي منه يوم او يومين على حسب انت برضو. في ناس بتحب الاكل البيت وفي ناس ما بتحبش، بس احنا بنتكلم عن التوفير وما نقفش على المطبخ كتير. وكمان الفيديو ده هيفرق معانا لو انت بتشتغلي او انت قاعده في البيت. لو انت بتشتغلي استمري في الشغل وانجحي في نجاحك واشغلي نفسك بايه، بالشغل بتاعك. لو انت مش بتشتغلي انصحك تشتغلي ان شاء الله، تشتغلي حاجه ما تجيبش فلوس دلوقتي. يعني انت لو جوزك بيبعت لك اللي يكفيكي والرزق كتير، اشتغلي للتسليه عشان تحققي ذاتك، عشان ما تحسيش بالكسل. وخلي عندك دايما عشان نفسيتك تكون كويسه ان جوزك بيشتغل بره في الغربه عشان يرفع من مستوى المعيشه بتاعكم وعشان ايه تتقدموا. يعني ما يكونش افكارك سلبيه. كلمي جوزك كل يوم، او انصحك برضو لما تتكلمي مع جوزك ما تتكلميش فيديو، لان طبعا التليفونات دي كلها متراقبه. كلمي جوزك التليفون كل يوم، قولي له اخبارك، شاركيه في حياتك في الصغيره والكبيره، اتصلي بيه برضو، استاذني منه لو انت رايحه مشوار او انت هتعملي حاجه في البيت او انت رايحه مثلا تباتي عند والدتك. انصحك برضو ما تباتيش بره، خليكي في بيتك. خلي بيتك مفتوح وبيت جوزك مفتوح. جوزك في الغربه بره بيشتغل وبيتعب وبيتمرمط بره بمعنى اصح عشان انت بيتك يكون مفتوح، مش عشان انت تقفلي البيت وتروحي تقعدي عند ماما واول ما جوزك يجي تروحي قدام الشقه وتستني جوزك. لا، خلي بيتك مفتوح، ما تعرفيش حد عنك حاجه. شاركي جوزك بحياتك اليوميه واستاذني منه في كل حاجه عشان يحس ان هو في وسطيكوا وان انت معاه على طول. تمام. برضو لو عندك اطفال خلي اولادك يتكلموه ويستأذنوه على حسب عمر اطفالك، يتكلموه ويهزروا معاهم وهم صغيرين ويتكلموه ويشاركوه لو هم كبار. واكتبي لي برضو في التعليقات اللي طلبت الفيديو دوت هي عندها اطفال ولا لا. يبقى احنا قلنا هنعمل اكل يوم بيومين او ب3 ايام. قلنا اول فكره المكرونه البشاميل، وممكن تعملي برضو الربع كيلو البشاميل بربع كيلو اللحمه المفرومه، ممكن يعمل معاكي صينيتين مكرونه بشاميل حجم ايه صغير. ممكن يعمل معاكي برضو، هيتبقى معاكي كميه. يعني انت هتجيبي ربع كيلو لحمه مفرومه هتشوحيه تمام، وهترمي عليه بصل بقى وتحطي عليه فلفل وتحطي عليه طماطم، وهتعملي نصه في المكرونه بشاميل ونصه مثلا كوسه البشاميل او جلاش باللحمه المفرومه. الافكار التانية برضو ممكن تجيبي الفرخه تمام، تشيلي البانيه بتاعها. البانيه طبعا اقل حاجه نص كيلو، تعملي منه اكلتين او 3 اكلات عشان انت طبعا فرد الواحد. فالاكلتين ان انت ممكن تعملي فاهيتا، ممكن تعملي كفته الفراخ، ممكن تعملي ناجس، ممكن تعملي بانيه. فممكن تطلعي من نص كيلو بانيه لو انت فرد واحد تطلعي منه 3 اكلات، وهيتبقى معانا نص الفرخه التانية. فنص الفرخه التانية هنسلقها بقى وهنعمل نصها النهارده ونصها التاني، وهنعمل جنبها رز بقى وحبه ملوخيه. ممكن نجيب نص كيلو لحمه برده ونقعد ناكل منه يومين، نطبخ عليه ونعمل منه يومين. جيبي ربع كيلو اللحمه المفرومه
واعملي منه عليه ربع كيلو فول صويا، واعملي كفتة الفول الصويا اللحمة المفرومة ربع كيلو، ربع فول صويا. هتنقعيه الأول لغاية ما ينفش والحجم بتاعه هيتضاعف، وتصفيه من المية كويس جدا، وتحطي عليه بصلاية والتوابل بتاعتك وتضربي كله في الكبة. هيبقى معاكي كفتة الفول الصويا حلوة جدا. ممكن تعمليها كفتة وممكن تعمليها همبرجر. لو هتعمليها كفتة ممكن تحطيها بصينية بطاطس جنب حبة رز. يبقى كده عندنا المكرونه بشاميل، الفراخ، اللحمه. عندنا كمان التعصيجه ديت نعمل منها البشاميل، او نعمل منها الكوسه، او نعمل منها الجلاش. عندنا كمان ممكن نعمل كفته البرغل برده تبقى حلوه. عندنا الحواوشي، هتعملي برده ممكن تجيبي ربع كيلو حواوشي. انت ممكن تجيبي الحاجه عشان انت لوحدك، يعني جوزك مش جاي مثلا نفس اليوم، هو مسافر، انت قاعده لوحدك، فانت براحتك اعمل اللي انا عايزاه. فانا مش مقيده بحاجه. يعني في ناس احنا عشان جوزي مثلا بيجي مثلا الساعه 6، فانا ملزمه ان الاكل يكون جاهز الساعه 6، اكل معين. فانت كده براحتك، اعملي انت طقوس ومواعيد انت واولادك. لو انت عندك اولاد ميعاد معين تتلموا عليه وتتغدوا فيه، انت بقيت مكان الراجل والست في البيت، فانت الاب والام، فانت المسؤوله عن كل حاجه. جوزك مش بيتمرمط بره عشان مثلا انت على طول قاعده عند ماما، او انا بخرج مع اصحابي، او انا بروح هنا او بروح هنا. لا، خليكي قد المسؤوليه. اعملوا ميعاد لو انت عندك اطفال تكلفيه، لكن لو انت لوحدك فانت براحتك. ممكن اتغدى الساعه 5، اتغدى الساعه 6. فالاكل ده انت ممكن تعملي تعملي اكله 10 ايام يكفيكي 30 يوم. يعني الاكله تضربيها في 3. فانا ممكن اعمل بربع كيلو بانيه، اعمل فايه تاكل منها يومين. بربع كيلو لحمه مفرومه احط عليها بصلايه كبيره بقى والتوابل بتاعتي، واعمل مثلا انا عندي ربع كيلو لحمه مفرومه ممكن يعمل معايا 10 رغيف حواوشي. انت ممكن تعملي 7 كل يوم، مثلا رغيفين جنب حبه بطاطس جنب حبه مكرونه. ممكن تعملي المكرونه بالصلصه البيضاء، ممكن تعملي بيتزا 2 بيتزا على قدك مثلا. في اكلات مختلفه بقى. ممكن تعملي دجاج كنتاكي، ممكن تجيبي مثلا ربع كيلو البانيه وتعملي بانيه لمده يومين. ممكن تجيبي الفرخه وتقطعيها مثلا 12 قطعه، وتعملي الدجاج كنتاكي وتحطي منه تطلعيه على التحمير. فانت انصحك ادام انت ست متجوزه وجوزك مسافر، اعملي تفريزات وطلعي على قدك واعملي. انت يعني مش مثلا مفيش لما مثلا مفيش ناس كتيره تطلعي مثلا لو نعمل الاكل كله يخلص، لا. وانا كمان مش هقف عشان ربع كيلو ولا 8 كيلو، لا. انا اجيب مثلا نص كيلو اللحمه واشوحها واقسمها مثلا على 4 اكياس. اجيب الفرخيه اقطعها 10 قطع واعملها دجاج كنتاكي واخليها على التحمير. اجيب البانيه اوضبه برده واخليها على التحمير. فانت تجيبي اكلك وقسميه وطلعي منه على قدك بس. تمام، على حسب الحاجه بقى اللي انت بتحبيها، على حسب الفلوس اللي عندك. فانا ممكن اعمل لك ميزانيه بالورقه والقلم. مثلا الميزانيه ديت هتكون بحدود 1500، ان انت كل يوم تصرفي 50 جنيه بس. هعملها لك بالظبط بالورقه والقلم، بس اكتبي لي في التعليقات انت بطولك ولا انتوا كذا فرد، يعني عندك اولاد ولد ولا 2، وانت واحده ولا ايه، عشان اعمل لك الميزانيه بالظبط، عشان ما اظلمش حد معايا. واتمنى طبعا تكوني استفدت ببعض المعلومات اللي انا قلتها لك. واهم حاجه شاركي جوزك بكل حاجه بتحصل في حياتك. استاذني منه في الكبيره والصغيره. ما تروحيش تباتي عند والدتك، خليكي قاعده في البيت، خلي بيتك مفتوح. جوزك مش متغرب للدلع ده، بيبقوا متورطين بره، بيعيشوا حياه قاسيه جدا. هنا لو زعلنا بنروح لحد نفضفض معاه، نتكلم معاه، نرمي عليه حمولنا، لكن هم هناك مش بيلاقوا حد يرمي عليهم حمولهم. فربنا يقوي كل زوج متغرب او بعيد عن بيته لاكل العيش يا رب. ربنا يقويهم جميعا، ويرزق كل ام القوه والثبات على تحمل المسؤوليه. وكل سنه وانتم طيبين. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.